السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة. هنعمل مع بعض كيكة الرخامية او كيكة ماربل كيك او كيكة التايجر، زي اي مسمى يعني حضراتكم بتسموها. هنعملها بطريقة بسيطة قوي، مقاديرها سهلة وطريقتها تجنن. هتطلع معانا الكيكة بالارتفاع اللي انتوا شايفينه، طعمها يجنن، كل قطمة منها يعني بتوديكوا كده في حتة تانية خالص. زينوها بقى بشوكولاتة او تاكلوها زي ما هي معمولة، بس كده من غير اي حاجة، جنب كوباية شاي بلبن، نسكافيه، الحاجة اللي انتوا تحبوها. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اهم حاجة قبل كده ما نبتدي الفيديو، ما تنسوش صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. لو كنتم مش مشتركين فعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم اشعار باي وصفة جديدة بقدمها، وكومنت حلو لو الفيديو بتاعجب. ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو لاصحابكم علشان القناة تكبر كده بينا، والفيديو يوصل لعدد كبير من المتابعين. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا. اول حاجة كده معايا القالب او الصينية، اي حاجة يعني هتعملوا فيها الكيكة. انا استخدمت القالب ده. هبتدي اول حاجة ان انا يعني ابطنه كده قبل ما ابتدي بالكيكة. معايا كده معلقة من الزيت، وابتديت بالفرشة امسح القالب معانا كويس جدا جدا، علشان الكيكة اما اجي اقلبها ما تبتديش ان هي تلزق في قلب القالب. كمان هجيب معلقة كده من الدقيق، وهبتدي ان انا ارشها كده كويس قوي، وابطن بيها بقى الكيكة كويس جدا من الجناب والاحرف، كل حاجة اتأكد ان هي اتبطنت كويس قوي. دي من الحاجات اللي هتسهل علينا ان الكيكة بتاعتنا تتقلب معانا بكل سهولة. هنبتدي بقى ان احنا نعمل الكيكة بعد كده. معايا بولة ناشفة جدا ونضيفة، هبتدي ان انا اضيف فيها 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكمان باكت من الفانيليا، ويفضل فانيليا يعني ده الكيس كبير. لو الكيس بتاعك صغير ضيفي كيسين علشان نمنع زفارة الكيكة. هضيف كمان عليهم السكر، وهو عبارة عن كوباية كده من السكر، يعني كوباية كده مليانة. ممكن طبعا تقللي او تزودي على حسب حبك للسكر. بس السكر هنا كان مظبوط قوي. اقلب بقى المكونات مع بعض لحد ما الخليط يكون فاتح، وكمان السكر يختفي تماما. يعني علشان نحط بعد كده الزيت، هنضيف بعد كده الزيت، كوباية من الزيت. وهقلب حوالي دقيقة كده ضرب متواصل، وبعدين هبتدي ان انا اضيف كوباية من الحليب اللي هو اللبن، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. لازم اتاكد بقى قبل ما انا اضيف المكونات الجافه ان ما بقاش فيه اي حبيبات للسكر خالص، اختفت تماما، والخليط بقى لونه فاتح، علشان الكيكه بتاعتنا تطلع ناجحه وعاليه، ما تبتديش ان هي تهبط معانا، او من جوه تبقى معجنه يعني. هنبتدي ان احنا نخلط المكونات الجافة، عبارة عن كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ورشة ملح. هبتدي ان انا انخلهم. طبعا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، لازم ننخل الدقيق، والدقيق النخل يعني بتاعه ده من اسباب نجاح الكيكة برضو، يعني لازم ننخله كويس قوي. ممكن مرة مرتين عادي. كل ما يعني بننخله بيدي طراوة للكيكة، وبيديها هشاشة حلوة قوي. هنجيب بقى المكونات السائلة اللي احنا خلطناها، بس لونها فاتح ازاي زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي ان انا اضيف الدقيق بالتدريج على 3 دفعات كده. يعني اخلط الدفعة الاولانية، وبعدين ابتدي ان انا احط تاني دقيق لحد ما يختفي تماما، واضيف الجزء الاخير. ابتدي ان انا اجيب بعد كده اسباتشولا، وهبتدي ان انا اجيب الخليط من تحت لفوق علشان اتاكد ان خليط الكيكه الدقيق يعني اختفى تماما، وخلاص كده الخليط كله امتزج مع بعضه، وما بقاش فيه اي دقيق خالص موجود في قلب البول. بعد كده ببتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتنا، وهبتدي ان انا احط بقى فيها الخليط ده كله، وبعدين سوري احنا هنعمل كيكة رخامية، احنا مش هنفضي الخليط كله مع بعض. هبتدي ان انا اجيب بولة تانية، وهنزل فيها نص كمية الخليط ده. احنا هنعمل جزء زي اللي هو الابيض زي فانيليا مثلا، والجزء التاني هنبتدي ان احنا نضيف له كاكاو علشان نعمله شوكولاتة يعني. قسمت الخليط يعني لجزئين، وبعدين هبتدي ان انا اجيب مصفى، وهحط فيها معلقتين كبار من الكاكاو. يفضل كاكاو طبعا خام ونوعه حلو، علشان الكاكاو بيدينا طعم ونكهة
زي الشوكولاتة بالضبط، فيُفضّل إن إحنا نستخدم نوع كاكاو نضيف يعني. أهم حاجة إن إحنا نخلط ننخل الكاكاو علشان لو مش نخلناه هيبتدي إن يعمل تكتلات كده في الخليط. طبعًا الخليط بتاعنا أنا ما ضفتلوش أي سوائل تانية. لو لقيتِ إن أمّا ضفتِ الكاكاو ابتدى الخليط يعني يبتدي إن هو تقِل شوية، هابتدي إن أنا أضيف حوالي معلقتين كده، يعني من معلقة لمعلقتين من الحليب لحد ما يبقى معانا بالشكل اللي أنتم شايفينه. بُصّوا القوام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هجيب بقى الصينية وهبتدي ان انا اضيف الاول جزء كده من خليط الابيض اللي هو اللي من غير شوكولاتة، وبعدين جزء من خليط الكاكاو، وبعدين جزء تاني من خليط الفانيليا، وبعدين جزء من خليط الكاكاو، وهكذا لحد ما بنخلص كل الكمية اللي حضراتكم شايفينها كده. بعدين في الاخر هجيب عود خلة او شيش طاووق مثلا، وهبتدي ان انا اعمل دواير كده زي ما حضراتكم شايفين. كل الخليط بقى يتجانس مع بعض وكده، وكل قطعة الكيكة تبتدي ان هي تاخد كده شكل الفانيليا والكاكاو مع بعض. هخبط خبطتين كده الصينية على الرخامة، وبعدين هدخلها فرن. اكون مسخنة طبعا من قبل ما ابتدي الكيكة، ويكون على درجة حرارة 180. بدخل بقى فيه الكيكة، بتاخد معانا حوالي ساعة الا ربع وبتكون جاهزة معانا. بسيبها تبرد شوية، وبعدين بتأكد بحط كده عود خلة وبتأكد ان هي استوت، ان عود الخلة بيكون طالع معايا نضيف من غير اي عجين جوه خالص. بسيبها تبرد حوالي ربع ساعة، وبعدين بقلبها بتتقلب معانا بكل سهولة، عشان احنا بطلناها في الاول بطريقة مظبوطة، وخلت الكيكة تتقلب معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. الكيكة مرتفعة جدا وكمان طرية قوي، بضغط عليها كده بترجع تاني يعني طرية وهشة جدا جدا. بسيبها تبرد تماما، وبعدين حط لها بقى شوكولاتة، او ممكن تسيحوا شوكولاتة وتحطوا بقى كمية اكتر يعني. بس انا مش حبيت ان انا اضيف شوكولاتة كتير، علشان لو حد مش حابب إنه نضيف شوكولاتة يعني على الكيكة. وكمان يعني الكيكة اصلا ما كانتش محتاجة شوكولاتة، يعني احنا ممكن ما نضيفش اي شوكولاتة، وهي مش محتاجة خالص. هبتدي ان انا ازينها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هبتدي ان انا اقطعها اوريكم الكيكة عاملة ازاي من جوه، اصلا لونها عامل ازاي من بره. وكمان لما تحطيها بقى من جوه هيبقى شكلها حلو قوي. محتاجتش ان احنا ندخلها تحت شوايه ولا اي حاجه، طلعت معانا باللون اللي انتوا شفتوه في اول ما طلعناها يعني. طلع بقى قطعه كده من الكيك وحطها كده في طبق، وبصوا هوريكم قد ايه هي يعني مرتفعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كانت مالية كده القالب كله. جربوا تعملوا الكيكة بالطريقة دي، هتطلع معاكم ناجحة جدا وهتطلع معاكم مظبوطة. كمان طعمها حلو قوي وتغيير بقى عن الكيكة التقليدية. يعني انا بعملها كل فترة كده من زمان قوي، بتطلع معانا كده. اما بحب ان انا يعني اغير الكيكة عن الكيكة العادية اللي احنا بنعملها، كيكة الشاي او الكيكة السادة يعني. بنعملها بقى بالطريقة دي بتطلع معانا حلوة قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو جربتوها متنسوش تقولوا لي في الكومنتات اذا كانت عجبكم ولا لا. بصوا الكيكه انا قطعتها تاني يوم وكانت متماسكه معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه، طعمها يجنن وحلوه قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا ما تنسوش بقى اللايك وكومنت حلو لو الفيديو عجبكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.